المكشكشة ب 450 جنيه. اعتقد ان انا هيبقى كلها كده. سامي التكيشن. جامدة أوي. آكل حتة كمان عشان بص أنا استنيت عليها لما تبرد عشان أعرف أقطعها وأكلها. صليت صلي. يا جدعان ده ايه الحلاوة دي؟ جربوا الوصفة الجامدة أوي دي، ورهيبكم إن أنتوا هتعملوا أحلى بكشكشة ب 450 جنيه مش هتكمل 50 جنيه، ورهان. وجربوا نفس الطريقة دي بوم يا جدعان. وعشان نعمل الكاستر هنجيب لبن دريم كاستر، نحط معلقتين دريم كريمة، هنحط معلقة، وعلى نار هادية هنقلب الكلام ده كله مع بعض. بعد ما دابوا هنحط سكر ونقلب على نار هادية برضه ولما يوصل القوام دوت ويبقى تقيل هنقفل عليه النار ونسيبه لحد ما يبرد عشان نبدأ إن احنا نشتغل فيه. هنجيب الصينية البايركس اللي هنشتغل فيها، هنا سمنة، وهنجيب ورق جلاش ونحط طبقة وندهن برضو بالسمنة عليها. الطبقة التانية هنعمل الكلام دوت على 5 طبقات. هنجيب الكاستر بعد ما تقل، بصوا عامل ازاي، وهنفضيه عشان نكشكش الورقة. هنعمل كده يبقى بالشكل بعد ما رصيناها كده اهوت هنجيب السمنة ونسقسق كده عليها من الوش. هندخلها على كده في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة تلت ساعة، ونزود عليهم 10 دقايق، نفتح عليهم الشواية من فوق عشان تاخد لون حلو. أول ما هتطلع أوريك عنها ازاي. وده شكلها بعد ما طلعت من الفرن وبقت جاهزة واستوت. هنسقيها بالشربات. الشربات ده معمول كوباية مية مع كوباية سكر، أول ما يغلي هنعصر عليه نص ليمونة كده تبقى جاهزة. هنرش عليها شوية المكسرات بتاعتها وكده يبقى احنا عملنا المكشكشة ام 450 جنيه ما اتكلفتش معانا 50 جنيه زي بتاعة المحلات بالظبط. ان الوصفة تكون سهلة وعجبتكم، لو عجبتكم اعملوا لايك واشتركوا في القناة، متنسوش تصلوا على النبي. سلام.